والصدقة يا عباد الله تقي الإنسان ميتة السوء وتنفع صاحبها حتى لو أخرجت عنه بعد موته. فقد أتى سعد بن عبادة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت. فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. رواه النسائي في سننه. والصدقة ستر للمرء من النار. ففي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. وكل الخلق يوم القيامة تحت لهيب الشمس حتى يقضى بين الناس إلا 7 يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة